بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. في الاول بحب امسي على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير ونبارك لنادي الزمالك على الاداء الرائع قبل الفوز. احنا كزملكاويه بنحب الاداء الجميل والجمل والشكل الحلو للفريق. الحمد لله ربنا كرمنا باربع اهداف جميله جدا جدا واداء رائع، والزمالك متحكم في رتم المباراه طول الجيم، وزي ما انتم شفتوا اشاده من كل الوطن العربي وكل اللي في البطوله العربيه باداء نادي الزمالك وبجمال اهدافه وبالخطه الجميله والشغل اللي حصل، وانه اكبر فريق قدم لغايه دلوقتي 4 اهداف. فالحمد لله زي ما قلت لكم اتفائلوا ودعموا فريقكم، ان شاء الله يبقى الفتره الجايه احسن واحسن. النهارده كالعاده جايب لكم كل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك والمتعلقه بنادي الزمالك، وبنوه ان فيها هيبقى في حلقه تانية هتنزل، دي هيبقى كلها شغل خططي وتحليلي، لان زي ما قلت لكم انا كنت ناشئ من ناشئين نادي الزمالك، وخالي كان يعتبر من اكبر مدربين ناشئين جم في تاريخ نادي الزمالك كابتن بدر حداد، فتلمذت وتربيت ولعبت كره قدم، فاكلمكم شغل خططي وتحليلي. في الحلقه الثانيه ان شاء الله هيبقى كلها شغل تحليلي لاداء نادي الزمالك والخطط نادي الزمالك والفكر المدرب اوسيريو، ولتحليل لفريق الهلال الشباب السعودي اللي هنقابله الماتش الجاي ان شاء الله. ربنا يكتب لنا الفوز. دعم فريقك، ثق في فريقك، ثق في ربنا سبحانه وتعالى، ما تحاولش تحبط لعيبتك وتقول لهم ان الفرق الثانيه اقوى منكم، بالعكس المفروض تدعمهم. هبدا سريعا معاكم باهم الاخبار. بعد ما الماتش انتهى مباشره اوسيريو ما رضاش يغادر الملعب مع اللاعبين، وظل في الملعب عشان يشاهد مباراه الشباب والنصر السعودي. المدرب ده كويس قوي يا جماعه، عنده فكر وعنده خطط وفكره متطور، وبيلاعب الفريق يعني بخطط حديثه جدا. عايزين ندعمه ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله مع الزمالك. الراجل بيشتغل بقوه وبيحضر قبل التمرين وبيجهز الملعب وبيحفظ اللعيبه لاعب وبيديهم الثقه، وهو دايما اللي بيتحمل المسؤوليه وما بيرضاش يحملها للفريق. عايزين ندعمه ونديله الحافز وكمان والقوه، ومدرب مش مادي يعني الفلوس بتاخر عليه، ما بيعملش مشاكل، مدرب مركز في شغله. كل التوفيق لكابتن اوسيريو ان شاء الله. وزي ما قلت لكم فضل متابع ماتش النصر والشباب عشان يشوفهم على ارض الواقع. في الماتش ظهر لعيبه كانت بعيده عن مستواها شويه زي دونجا ظهر بمستوى كويس جدا جدا جدا. عمر جابر اللي احنا كلنا كنا بنطالب برحيل عمر جابر، عمل ماتش ولا اروع، ماتش خططي، كان بيملى خط الوسط، بيكمل مع المهاجمين، بينزل في الدفاع، شغل خططي مهم جدا. وطبعا الكي بلاير اللي هو اللعيب المفتاح في الملعب احمد فتوح، شغل ولا اروع، وبيبصم على كل هجمه خطره لنادي الزمالك. شيكابالا بادائه الممتاز جدا. زيزو حدث ولا حرج، هو ده مستوى زيزو الطبيعي، هدف ولا اروع. سيد نيمار لما نزل، فرقه كلها كانت بشكل ممتاز، بنشيد بيهم كلهم. ايشو لعيب واضح جدا من لمساته وامكانياته ان هو لعيب كبير جدا. اتمنى من الزمالك ان هو يعمل له عقد محترم ب5 سنين، بس يبقى فيه شغل علمي شويه، ان ايشو ده محتاج مدرب يعني تقدروا تقولوا بدني، معد بدني قوي، يقوي اللاعب شويه، لان هو ضعيف البنيه لكن لعيب مهاري جدا وامكانياته حلوه ورؤيته حلوه وجريء وعنده ثقه بنفسه، لعيب يقدر يديك للمستقبل، هو نسخه من ايمن حفني. فاتمنى ان الزمالك يجدد عقده ويجدد عقد كل الناشئين اللي ظهروا بمستوى كويس، سيان ماجد هاني، سيان خضري، طارق علاء، كل الناشئين اللي ظهروا يجدد لهم 5 سنين، ومش هيتكلف نادي الزمالك كلام اي حاجه قبل ما اللعيبه دي تبقى نجوم وتطلب منك فلوس كتير، ويتعمل زي ما قلنا اعداد لايشو اللي انا متوقع له ان هو لعيب جامد جدا، هو وعبد الله محمد اللي لغايه دلوقتي ما خدش فرصه. وبتمنى الناشئين اللي مش تاخد فرصه تطلع اعارات عشان ترجع وتلمع زي حمدي علاء وزي مصطفى محمد وزي احمد ابو الفتوح. فلو مش هنعتمد على الناشئين دول زي ماجد هاني زي ما قلت لكم، طارق علاء وعبد الله محمد وخضري، اللعيبه دي تطلع اعارات يا جماعه. واحمد محمد حسام بيسو، كل اللعيبه دي ممتازه جدا، لو مش هنعتمد عليها الموسم القادم لازم يخرجوا اعاره
ياخدوا الخبرات، يتقالوا في الملعب ويرجعوا نادي الزمالك. بس اتمنى من الاداره ان هي مش تكلف حاجه وتعمل لهم عقود ب5 سنين قادمه وعقود محترمه، عشان اللعيبه كمان نفسيتها تبقى كويسه ويبقى تركيزها كله في الملعب. كل الشكر والتقدير للمذيع السعودي عبد الله الغامدي اللي تألق في اذاعته للماتش وادى درس لكل المذيعين المصريين اللي بيدوروا على السبوبه ورضاء وبوس تقدروا تقولوا يعني احذيه النادي الاهلي عشان يرضوا عنهم ويشتغلوا. عبد الله الغامدي ادى الزمالك حقه، راجل مذاكر بيتكلم عن تاريخ، هو ما جاملش الزمالك، هو بيديله حقه، هو الراجل اكاديمي بيتكلم صح، الراجل محترم جدا. قال كلمه جميله قوي قوي: يا بخت مصر بفريق الزمالك وجماهيره. يعني هنا في مصر في بلدنا ما بيحسسوناش بقيمه نادي الزمالك، ما بيحسسوناش بقيمه جماهير نادي الزمالك العظيمه، بالعكس دايما بيحاولوا يصدروا المشاكل ويحبطوا جماهير نادي الزمالك ويتكلموا عن سلبيات نادي الزمالك، لكن ما بيتكلموش على الزمالك وعراقته، ما بيتكلموش على الزمالك ان ده اللي بيكسب الدوري، هو ما عندوش لعيبه وموقف له قيد، يعني مغادره معظم النجوم، وبرغم كده الزمالك بياخد بطولات وواقف على رجليه، عمر ما حد بيتكلم في الايجابيات. حتى للاسف بعض المتزملكين اللي بينتهزوا الفرصه وبيهاجموا الزمالك، في ناس يا جماعه على فكره كانت منتظره الزمالك يخسر من الاتحاد المنستيري عشان تهاجم، كل ده كرها في الاداره او ان هم ممولين فعلا وبيقبضوا فلوس. في ناس طالبت بانسحاب الزمالك من البطوله العربيه وقالوا ده هيروح ويجيب لنا فضايح، وللاسف قنوات يوتيوب زملكاويه وصفحات زملكاويه وبيدعي ان هم زملكاويه، هو حاجه من الاثنين: لا قابض وعشان يطلع يحطم في الفريق، لا كاره لمرتضى منصور، لا هو بيدور على اللايك والشير، واهم حاجه عنده الكام دولار اللي بيجوله، ومش مهم ان هو يحطم ويهد في فرقته. للاسف ما هو مش فرقته طبعا، لان ده فرقته هو الاموال، اللي بيحبه هو الفلوس، لكن مش بيحب نادي الزمالك. وعشان كده انا من قبل البطوله بقول لكم ادعموا فريقكم، اللي مش زملكاوي يعني اللي مش عايز يدعم فريقه وهيتريق على اللعيبه قبل البطوله يرحل غير مأسوف عليه. انت مش من جمهور الزمالك، توكل على الله، جماهير الزمالك مش محتاجاك ولا كان نادي الزمالك محتاجك. فكل الشكر لعبد الله الغامدي اللي طلع شكر جماهير الزمالك بعد الماتش على حسابه على تويتر، وقال ان هو ما كانش مصدق يعني فرح جماهير الزمالك، وان هو بقى الترند الرابع على تويتر، وكان مبسوط جدا جدا، وقال ان انا يعني ما اديتش الزمالك غير حقه، انا ما جاملتوش، وشرف ليا ان انا اعلق على مباريات نادي الزمالك. طيب الماتش ده اهميته اللي احنا كسبناه يا جماعه انه هيدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا للاعبين ويديهم ثقه في نفسهم، وكمان هيلم الجماهير حواليهم، وده هيدي دفعه معنويه للفريق ان شاء الله. عايز اقول لكم ان لما الفريق هيقابل فرق اقوى زي الشباب والنصر، ده بيدي حافز للعيبه ان هي تتالق وتظهر. لما تقابل لعيبه جامده ولعيبه مستواها عالي، ده بيخلي الفرقه عايزه تلعب اكتر واكتر وتظهر اكتر واكتر، فيخرجوا كمان اكتر من اللي عندهم. طيب اتحاد جده نجح في ضم البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول، وكده اتحاد جده رسميا بيفسخ عقد طارق حامد بعد البطوله العربيه. طارق حامد قدامه عروض سعوديه زي ما عرفنا، كان في مكالمه اتسربت بيتقال ان هي ما بين شيكابالا وطارق حامد، وطارق حامد للاسف بيتشرط وبيقول لشيكابالا ان هو لسه هيفكر وهيشوف اذا كان يرجع نادي الزمالك، طب في تدعيمات هتحصل للفريق. يا طارق لو انت هتتشرط على نادي الزمالك ومش عايز ان انت تنهي مسيرتك في نادي الزمالك، فتوكل على الله. الزمالك ما وقفش على مصطفى محمد، على بن شرقي، على فرجاني ساسي، على جمال عبد الحميد، على عبد الحليم علي، ودول نجوم يعني ادوا للزمالك لاخر لحظه في حياتهم مع كل التقدير. دول اللي احنا بنقول عليهم ناس بتمشي وسايبه لنا الاحترام، يعني ثابت لجماهير الزمالك حب والاحترام. فانت هتتناسي مع اللي اتناسوا. طب تتشرط على الزمالك يا طارق؟ يعني للاسف لو المكالمه دي صحيحه اللي اتسربت، يبقى احنا مش عايزينك يا طارق، وتوكل على الله مفيش مشكله. محمد شريف بيماطل الاهلي في التجديد وعايز يشوف الوضع، هل هو يبقى اساسي؟ الاهلي هيجيب مهاجم جديد، هيفضل هو محطوط احتياطي دائم، فبيشوف الدنيا ماشيه ازاي. وفي كلام ان هو قريب من الزمالك، لان كل عارف ان هو لعيب زملكاوي، فهل هو هيماطل ونشوفه في الزمالك الموسم الجاي؟ يمكن، الله اعلم. دلوقتي بقت كل حاجه جايز، وانا شايف ان هو في الغالب هيجدد،
ولو شافوا ان هو عقده قرب يخلص خلاص، ان هو فاضل له موسم، الاهلي هيصارع ويرضيه بمبلغ كبير زي ما عمل حسين الشحات، خوفا من انتقاله للزمالك، وليس ان هو عايز يستفيد بيه او لاهميه اللاعب. ودي مصلحه برضو، خلي الاهلي يطلع من يعني كل الضغوط دي بتخلي الاهلي يدفع فلوس كتير قوي، وده بيحمل خزينه النادي، ودي مصلحه لنادي الزمالك. ابراهيم نضاي شارك مع بعد اصابته في الماتش اللي فات وانتقاله للمستشفى، شارك مع الفريق النهارده والحمد لله هو سليم وظهر في التدريبات. الفريق الحاله المعنويه يعني كويسه جدا جدا جدا. واحد شخصيه مثيره بتخرج اسمه فرج عامر، استاذ فرج عامر رئيس نادي سموحه، خرج بيتكلم مش عارف ليه بيحط الزمالك دايما في جمله مفيده. احنا عارفين ان انت صاحب الخطيب، وطلعت قلت ان انا مش تبع سموحه، انا اهلاوي، برغم ان انت رئيس سموحه، وده يعاقب عليه الاتحاد الدولي، زي انت رئيس نادي وبتشجع نادي تاني والقصص دي. لكن انتوا عارفين الدوري المصري يعني وقوانينه سمك لبن تمر هندي. فرج عامر داخل بيقول سموحه لازم يتعامل زي الزمالك، بيوجه يعني كلام على التويتر او الفيسبوك، بيقول ان سموحه يجب يتعامل زيه زي الزمالك، وان سموحه بيدفع الفلوس بتاعه القيد بتاعته كاش، والزمالك عليه ديون وبرغم كده بيأيدوا له لعيبته، ودي مش عداله. وانا مش فاهم ايه اللي دخل سموحه في الزمالك والقيد يا حاج فرج. انت عايز يعني انت بتتكلم في طبيعي يعني، هو ده بس القانون اللي انت عايز تطبقه؟ ما كده كده ما رضوش يأيدوا لنا حد ومستنيين ان احنا ندفع ال 15 مليون. اهدى شويه على نفسك يا حاج فرج يا اهلاوي. وان شاء الله سموحه هينزل درجه ثانيه، وكده كده فريق مش شعبي، ده نادي برضه استثماري، فتوكل على الله غير مأسوفا عليك، ان شاء الله تنزلوا درجه ثانيه. اوسيريو بعد المباراه يا جماعه تحدث عن تطور في اداء لعيبه معينه بشكل كويس جدا، منهم عمر جابر، وفعلا عمر جابر اتطور. دونجا فعلا دونجا اتطور وبدا يظهر بمستوى كويس جدا، ان شاء الله يعلى اكتر واكتر. رؤى وعمرو السيسي انا شايف ان هم بيأدوا، لكن تطويرهم مش ظاهر زي دونجا وعمر جابر. طيب المستشار مرتضى منصور اتكلم عن صفقه، قال انها تزعج الاهلي. مين اللاعب ده الصفقه اللي هتزعج النادي الاهلي؟ الناس بتقول ناصر ماهر، ناس بتقول احمد حمدي لعيب الاهلي اللي قبل كده السابق اللي كان من ناشئين الاهلي اللي راح محترف في نادي مونتريال الكندي. ناس بتقول عبد الله السعيد. انا ما يفرقش معايا، انا ما يفرقش، ومش عايز احط الاهلي في جمله مفيده، انا عايز اشوف المراكز اللي الزمالك محتاجها، وقبل ده كله ان انا اسدد غرامه سبورتنج لشبونه والغرامه بتاعه اتشمبونج وال 15 مليون بتوع الاتحاد المصري عشان اأيد اللعيبه. انا اهم حاجه عندي ان انا ايد المعارين حتى دلوقتي، وحتى الصفقات ما ببصش عليها، انا اهم حاجه اأيد اللي في ايدي دلوقتي عشان ما يروحش مني واشتت نفسي واشتت اللعيبه، لان انا عندي اهم حاجه ان انا ايد المعارين وادفع فلوس المستحقات المتاخره للاعبين والمدرب. طيب طبعا اعتزال محمد عبد الشافي اللي هو من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ نادي الزمالك، واحد من العظماء اللي في تاريخ نادي الزمالك. نادي الزمالك بيفكر في تكريم اللاعب وان هو يديله منصب ويتعين في نادي الزمالك في منصب كبير يليق بيه، وكلنا طبعا مع ده عايزين عبد الشافي كادر من كوادر نادي الزمالك، سيان في التدريب سيان في الاداره. عبد الشافي احنا عايزينه عقد مدى الحياه، يعني العقد اللي ما بين جماهير نادي الزمالك وعبد الشافي هو عقد مدى الحياه. احمد فتوح زملكاوي ابن الزملكاوي، زي ما ابوه طلع رد وقال الزمالك خيره علينا وعلى يعني الاسره كلها. فتوح بيطلع بيرد على الاهلاويه وعلى التصاريح وعلى مهيب عبد الهادي والناس اللي بتطلع تهبط دي كلها. فتوح بيطلع بينشر رساله على الانستجرام، بيحط في الرساله بيكتب بيقول فتوح زملكاوي 101%، اسمع مني. يعني بيقول للناس اللي بتتكلم وللزملكاويه بيطمنهم بيقول لهم اسمع مني، فتوح زملكاوي 101%. طبعا في ناس كتير اتغنت في الاعلام او على صفحاتها لعيبه وبعد كده بنلاقي انتقالهم للاهلي او كده، لكن فتوح من اللي معروف عنه ان هو بجد زملكاوي، وان فتوح هيتقدر في نادي الزمالك، فهو لعيب زملكاوي كابتن من كباتن الزمالك. والناس بتقول ان شخصيه فتوح مش اللعيب الملاوع زي امام عاشور والقصص دي، فبنتمنى تمديد عقد فتوح سريعا عشان نقفل الباب ده، لان الاهلي فعلا هيموت على فتوح بالذات بعد ما علي معلول كبر في السن وخلاص الراجل انحنى بقى موطي ومش قادر يلعب، وبرضه عايز يروح يعني هو قال لهم معلول ان هو عايز يروح يختم حياته في السعوديه، يقفش شويه فلوس قبل ما يكبر يعني خلاص يعتزل،
ويمكن بيقول لهم كده لان مفيش عقد جاله اساسا، ما اعتقدش ان السعوديه هتفكر في لعيب عنده 34 او 35 سنه، لكن هو بس عايز يمكن يزود عقده شويه ولا حاجه. ده بالنسبه لفتوح. ففتوح فعلا زملكاوي. دونجا لو انت شفتوا ان هو غير رقمه تقريبا، دونجا كان رقم 20 تقريبا او حاجه زي كده، بيغير رقمه الرقم 8 وبينزل على الانستجرام بيكتب رقم 8 للرجال فقط. اللي كان بيلبس رقم 8 في نادي الزمالك هو امام عاشور، فدي رساله موجهه مباشره لامام عاشور ان رقم 8 في الزمالك ده للرجاله. فتوح بيبعت رساله لعبد الشافي برضو على صفحته بيقول له كان ليا الشرف ان لعبت معاك واتعلمت منك يا عظيم. هو مش عظيم العظمه لله، لكن هو اسطوره، المفروض يقول له يا اسطوره. من احسن باك شمال موجود في مصر حاليا وفي الوطن العربي وفي افريقيا فتوح، الى معلمه واستاذه وزميله في الملاعب عبد الشافي اسطوره الناحيه الشمال. للاسف الزمالك محتاج ان هو يوقع عقود جديده مع احمد نادر السيد، ووالده صرح بده، وفي جلسه هتعقد مع الزمالك، اداره الزمالك واللاعب ووالده لتوقيع على عقود جديده. بس طبعا اللاعب ده حتى لو وقعنا معاه على عقود جديده لازم يتفك ازمه رفع القيد، يعني ازمه ايقاف القيد على الزمالك، فلازم يترفع الايقاف عشان نقدر نسجل العقد ده. ومش هو لوحده، ومعاه احمد ايمن منصور لازم يتم برضه كتابه عقد جديد ما بينه وما بين الزمالك ويسجل كلاعب جديد في نادي الزمالك. فعندنا هنا 2 لعيبه، احمد نادر السيد واحمد ايمن منصور. طيب مجدي عبد الغني وبعض الصفحات طلعوا قالوا كابتن مجدي عبد الغني ان الرجاء المغربي بيفاوض محمود صابر لعيب بيراميدز، لعيب المنتخب الاولمبي، لعيب وسط الملعب الشويط. اللعيب ده كان الزمالك بيفكر فيه، بس طبعا احنا عارفين ان الزمالك او ايه يعني، بص بيراميدز مش هيدي لعيبه للزمالك لان هو بيعتبر ان الزمالك منافس. بس طبعا احنا لو قدرنا ناخد محمد شحاته من الجيش ومحمود صابر من بيراميدز، فانت بتضمن مستقبل لخط وسط الزمالك لمده 10 سنين، الاثنين بيلعبوا جنب بعض، الاثنين فاهمين بعض، الاثنين بيكملوا بعض، لعيبه كويسه جدا. لكن ما اعتقدش برضه ان الرجاء المغربي عنده الامكانيات الماديه انه يدي لبيراميدز مبلغ كبير. هنشوف الفتره الجايه. اهم حاجه عندنا دلوقتي رفع ايقاف عن نادي الزمالك ودفع مستحقات لشبونه واتشن بونج. الزمالك حصل على توقيع بعض اللاعبين تمهيدا لبعد ايقاف القيد ان هو يضمهم، منهم فخر الدين بن يوسف. المعلومات اللي جايه لي من جوه نادي الزمالك ان هم حصلوا فعلا على توقيع فخر الدين بن يوسف في صفقه حره، بس هيتم التفعيل ولا مش هيتم التفعيل؟ الزمالك حصل على يعني تقدر تقول توقيعات لعيبه كتيره جدا، وهيبقى في اولويات 1 و2 و3. فخر الدين بن يوسف لعيب كويس، بس الزمالك او اوسيريو كان طالب مهاجم بمواصفات معينه، فلو الزمالك قدر ان هو ينجح يجيب لاوسيريو المهاجم اللي بالمواصفات دي هيبقى توقيع فخر الدين بن يوسف كأن لم يكن. هنتكلم عن غرامه الكهرباء واقول لكم الخلاصه فيها كمحامي. عايز اقول لكم الاول ان الزمالك في انتظار فتح القائمه الثانيه، لان بصوا يا جماعه المعارين ما بيتأيدوش في الفتره او القائمه الاولى، بيتأيدوا في القائمه الثانيه. القائمه الاولى او القائمه الثانيه تقريبا يوم 3/8 او 5/8 هتنتهي وهيفتح القائمه الثانيه. القائمه الاولى دي اللي بتسجل فيها اللعيبه اللي موجوده اساسا معاك او اساسا هي كده كده متسجله في النادي. فهنشوف الزمالك لازم يدفع 15 مليون عشان يسجل بيقال حتى اللعيبه المعاره. فهل تم تسجيل اللعيبه المعاره؟ في اقوال بتقول ان تمت فعلا تسجيل اللعيبه المعاره، وفي ناس بتقول لا. اللعيبه المعاره زي اوباما اللي احنا مستنيين البطاقه الدوليه بتاعته ان هي تيجي من حزم السعودي، محمود علاء، حمدي علاء، احمد زكي، احمد عيد، دي لعيبه المفروض هتتأيد في القائمه الثانيه في نادي الزمالك. فهنتمنى ان شاء الله باذن الله اوباما بالذات وحمدي علاء من اهم اللعيبه اللي انا نفسي ان هي تنضم سريعا ويشاركوا مع الزمالك في البطوله العربيه. خلاص بقى محمدي راح المصري وسيرجي اكا الى البنك الاهلي. اشرف بن شرقي يا جماعه في مفاوضات مع الاهلي وفي مفاوضات مع بيراميدز وفي مفاوضات مع الزمالك، وبقول لكم برغم الازمات دي كلها الزمالك لو فك ازمه القيد اشرف بن شرقي هيبقى اقرب لنادي الزمالك. اشرف بن شرقي عايز اساسا يلعب في نادي الزمالك، هو متخوف زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت من بعض المشاكل الاداريه في الزمالك، رحيل مرتضى منصور، استمرار مرتضى منصور، حل المجلس، القصص دي كلها، ان الزمالك ما فيهوش فلوس وفي حجز على الارصده، كل ده قالي اشرف بن شرقي، لكن الزمالك هو اولويته الاولى.
فهنشوف الفتره الجايه اشرف بن شرقي ان شاء الله، نتمنى تواجده في نادي الزمالك، لان الزمالك فعلا محتاج لتدعيم في يعني في مركز الجناح. فطبعا اشرف بن شرقي اكتر واحد هينفع الزمالك وهيخدم الزمالك في القصه دي، ومناسب لفكر وخطه اوسيريو. فعشان كده هنشوف ان شاء الله ننجح في رفع ايقاف القيد، ونشوف اشرف بن شرقي في الزمالك، وهو هيتنازل في الفتره الجايه عن يعني طلباته الماليه، لان هو ما جاتلوش عقود او عروض قويه بعد فسخ الارتباط ما بينه او فسخ التعاقد بينه وبين الجزيره الاماراتي. زي ما قلنا اللعيبه اللي ممكن قريبه من الزمالك: فخر الدين بن يوسف، اشرف بن شرقي، محمد شحاته الجيش، واحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وزي ما قلت لكم سيرجي اكا وباهر المحمدي، واحد منهم باهر المحمدي للمصري وسيرجي اكا للبنك الاهلي. بصوا يا جماعه، غرامه كهربا عشان انجز لكم القصه كلها: كهربا يوم 3/8 ما دفعش كهربا هيتوقف كهربا. واي حد بيقول لكم ان كهربا هيلعب او ان هم زي ما طلع عابد الهبيده ومش عارف وجامس الجمايسه ومش عارف، الناس اللي بتطلع تقعد تتكلم دي في القانون وهم ما يعرفوش حاجه ولا يعرفوا اي حاجه ولا يخصهم القانون، انا ما اعرفش بيطلعوا بيتكلموا في ايه، وكل مره يطلعوا ان هم غلط، وللاسف بيجوا تاني ويتكلموا تاني والناس برضو بتصدقهم. طيب انا عايز اقول لكم دليل واحد بس: لما كهربا تم ايقافه لمده 6 اشهر المره الاولانيه، ليه كهربا ما استأنفش ووقف القيد؟ ليه كهربا ما طالبش بحيثيات الحكم واتوقف القيد؟ ما فيش الكلام ده. كهربا لو اتوقف المره دي 6 اشهر، ولا في حاجه اسمها حيثيات حكم توقف القرار، ولا في حاجه اسمها استئناف. تستأنف على ايه؟ ده حكم اساسا نهائي، حكم نهائي ما فيش استئناف عليه، والعقوبه نهائيه ما فيش استئناف عليها. فولا ده هيوقف الحكم او تنفيذ العقوبه، ولا في حاجه اسمها حيثيات حكم، لان انت ما فيش حاجه اسمها حيثيات حكم، ده حكم نهائي. حتى لو بعت لك حيثيات ده ما يوقفش التنفيذ العقوبه بتاعت 6 اشهر. لكن في حاجه من الاثنين: يا كهربا هيدفع قبل 3/8 وده احتمال كبير، بس الاهلي متخوف انه يدي الزمالك المبلغ الكبير ده، لان المبلغ ده هيحل مشاكل كتير جدا فعلا للزمالك، والاهلي طبعا مش مصلحته ان هو يحل مشاكل الزمالك. فالاهلي على عينه هيموت وما يدفعش ال 2 مليون دولار و400 الف طبعا لنادي الزمالك. وفي يعني احتمال تاني ان الاهلي هيسوح كهربا زي المره الاولى. انتوا عارفين الاهلي ملوش عزيز، فهل هنشوف ان الاهلي هيبيع كهربا وكهربا هيتوقف؟ انا بقولها لكم اهو، كهربا هيتوقف الفتره الجايه 6 اشهر على الاقل، وحتى لو سدد الفلوس هيبقى الايقاف ساري. وعايز اقول لهم الناس اللي بتقول ان الفلوس في البنك ومش عارف الفايده والقصص دي، كهربا في الفتره الجايه هيتطبق عليه في الغرامه الفايده 18% مش 5% اللي هي الفايده القديمه. القوانين الجديده في الفيفا نزلت ان الفوائد هتبقى 18% على الغرامات، وده هتطبق على كهربا الفتره الجايه، وانه هيبقى الفايده على المبلغ بتاعه 18% على اجمالي المبلغ بالفوائد. يعني كهربا هيلبس. فانا بقول لكم هيتوقف، مفيش حاجه اسمها حيثيات، مفيش حاجه اسمها استئناف على الحكم. لا، الاهلي هيبيعه وهيلبس كهربا 6 اشهر تانيين زي ما لبسه من مليون دولار ل 2 مليون دولار، والدولار كان ب 15 بقى ب 30، ورفع الغرامه اللي كان على كهربا من 15 مليون وصلها تقريبا لحوالي 75 مليون او 80 مليون. هيلبس عشان نبقى متفقين. كهربا هيدفع احتمال كبير جدا، الاهلي هيسوح كهربا ممكن، الله اعلم. خلاص 3/8 قريب، هنشوف كهربا هيدفع اليومين الجايين دول ولا هيتوقف لمده 6 اشهر. يا جماعه بطمن جماهير الزمالك، كهربا هيتوقف ما تقلقوش. بنوه لجماهير الزمالك ان في حلقه هتنزل كلها تحليل فني وشغل فني، هنعرف ان شاء الله للناس اللي هيحصل في ماتش الشباب وايه اللي المفروض الزمالك يعمله، وهنفصل خطه الزمالك، وهنتكلم عن خطط فريق الشباب، وهنتكلم باستفاضه تحليليا. فاتمنى مشاركتكم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير. قناه الزملكاويه قناه كل الزملكاوي، ودي نهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.